السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ده تالت فيديو لينا ازاي نعالج العند عند الأطفال. خلصنا الأسباب النفسية والسلوكية، خلصنا الأسباب التربوية، وفاضل أسباب كده كنا قايلين إن هي ممكن تكون سبب عند عند الأطفال، هنقولها في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله وبسرعة. احنا قلنا إن ممكن يكون البيئة اللي الطفل فيها أصلا فيها مشاكل، فالطفل بيطلع بقى المشاكل النفسية اللي عنده في سلوك عند. لو في مشاكل بين الأب والأم، دايما خناقات، دايما البيت متوتر، دايما في مشاحنات، فبيبقى دوت سبب العند عند الأطفال. فعشان كده لازم البيت يكون هادي والأسرة تكون في ما بينها تفاهم، وحتى لو حصل مشاكل وده طبعا أكيد موجودة في كل بيت، فلازم بقدر الإمكان نحلها بهدوء وبضبط النفس زي ما قلنا. ويا ريت برضو مش قدام الأولاد، مشاكلنا تبقى ما بيننا وما بين بعض ونحلها ومن غير صوت عالي. طيب في ايه تاني؟ احنا قلنا ممكن يكون نتيجة حاجات غير مشبعة عند الطفل، يعني جعان، تعبان، عايز ينام، انتي مشغولة فعايز يلفت نظرك فبيعندك. فنحاول بقدر الامكان برضو نبقى متأكدين ان دوت مش نتيجة العند بتاعه، مش ان هو عشان جعان ولا عايز ينام، فنكون ملبيين له احتياجاته علشان ما يعاندناش. قلنا برضو ان من احد الاسباب التعرض المبكر للشاشات والتعرض المفرط، اللي ادت ابنها الموبايل وهو سنة وقبل سنة علشان يسهى، ده ممكن يكون سبب بعد كده في العند. طب ازاي؟ احنا قلنا ان التعرض المبكر للشاشات او المفرط للشاشات بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها بيأثر على قدرة الطفل على إدارة مشاعره. هو ما بقاش عارف أصلا يسيطر على مشاعره، أو إن هو إزاي يوجهها صح. يعني موقف مش محتاج، مش مستفز قوي تلاقيه اتعصب قوي، بيعندك، وده قلنا لأن في حصل خلل في كيمياء الجسم شوية. هرمون السعادة عنده إفرازه قل، هرمون التوتر والقلق زاد، فبقى كمية الجسم مش مظبوطة قوي، فده خلاه مش بيعرف يتحكم في مشاعره قوي وفي سلوكه، فبيظهر عليه علامات العند. يعني الموبايل ممكن يكون سبب، والله ممكن يكون سبب. ابعدوا الموبايلات عن أولادكم يا جماعة واسمعوا الكلام. في مرحلة في عمر الطفل اللي هي مرحلة المراهقة بيحصل فيها تغيرات فسيولوجية، دي تغيرات في الهرمونات أصلا جوه جسم الطفل، هو غصب عنه ممكن ده يأثر على نفسيته فيظهر برضه في سلوك عند. فلازم نحتوي الطفل، تمام؟ في الفترة دي لازم نحتويه. في فترة المراهقة دي ليها كلام، حلقات خاصة بيها، بس مجازا ممكن نلتمس له العذر لأنه في مرحلة المراهقة وعنده تغيرات فسيولوجية، فنبدأ بعد كده نتعامل بهدوء أكتر وبحرص أكتر مع الطفل. طيب عملنا كل ده يا دكتورة وابني برضو لسه عنيد، يبقى لازم ساعتها نروح لمختص، لازم نروح لأخصائي نفسي عشان يساعدنا هو أكتر، علشان يعرف الطفل فعلا مشكلته ايه ويساعدك ازاي تعالجيها بشكل خاص على حالة ابنك او بنتك. تمام؟ يبقى احنا لو عملنا كل ده وعدلنا من كل ده ولسه سلوك الطفل عندي بطريقة صعبة، مصاحب مع العند سلوكيات تانية احنا مش قادرين نسيطر عليها، فساعتها احنا محتاجين مختص. يبقى لازم نروح لمختص ونبدأ نعدل سلوك الطفل، وما نسيبش الطفل كده، لان سلوك على سلوك على سلوك. وعلى فكرة لما هنيجي نتكلم على مشاكل الأطفال هنلاقيها كلها تقريبا داخلة ببعضها، عند معاه عصبية معاه كذب معاه حاجات كتير، فلا ساعتها يبقى لازم فعلا نروح لمختص. كده يبقى احنا خلصنا موضوع العند. يا ريت لو واحدة فعلا ابنها أو بنتها عنده مشكلة ومشكلة العند دي، يا ريت تسمع الحلقات كلها باهتمام وتركيز وتبدأ تطبق. معرفتش يبقى لازم تروح لمختص يساعدها. تمام؟ جماعة بالله عليكم المشكلة دي موجودة في كل البيوت، اللي يعرف حد يعمل له منشن، شيره علشان الناس تستفيد بجد، لأن دي مشكلة وبتعمل أزمات نفسية في البيوت والله. أتمنى أن أكون أفدتكم، واستنوا بقى موضوع جديد بمشكلة جديدة عند الأطفال إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيها من كل جوانبها. أتمنى بجد إن أنتم تكونوا استفدتم، ويا ريت لو تقولوا لي رأيكم كده في التعليقات ويبقى فيه شوية تفاعل. وقبل ما ننهي كالعادة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش تصلوا على النبي. سلام.